السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بوصفة جديدة. وصفة اليوم وصفة السمبوسة بحشوة الماش، الحشوة العراقية اللي الكل يحبها، وصدقوني إذا جربتوها راح تعتمدوها لأن كلش طيبة. تفيدكم بالتفريزات إذا عندكم دوام موظفين أو حتى يعني مو موظفين. وهسه نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. مكوناتها كلش بسيطة. نحتاج حبة بصل مفرومة ناعم، وعندنا باقة واحدة مال الكراث. هذا الكراث يا ريت تغسلوه كلش زين لأن دائما الرواسب تكون مالته بهذا المكان. وعندي هنا سلقت ماش، مجرد استوى ربع ساعة وطفيته. طبعا كميات تقديرية يعني ما يحتاج قياس بيها. هنا أنا عندي استخدمت هاي الطاوة أو الجدر، عادي تقدرون تسووا على الطباخ، بس أنا هاي أسهل إلي. خليت ملعقتين زيت وخليت حبة البصل، راح أخليها بس تذبل شوية، وبعدها راح أضيف عليه الكراث. بهاي المرحلة شوية أخليهم يعني أنطيهم فترة دقيقة دقيقتين حتى بس أريدهم يذبلون حتى لا تبقى قوية عندي. قلبتهم هنا مجرد دقيقة، وبعدها هنا راح أضيف عندي البهارات. ملعقة صغيرة كل من فلفل أسود وكركم، كركم ينطي كلش طعم طيب. واستخدمت ملعقة صغيرة كمون، إذا تحبون كثروا لازم كمون. بدل الملح اكتفيت بالماجي، وهذا ذوق شخصي. وأهم شي تستخدمون ملعقة زنجبيل. راح أضيف هنا هسه الماش وأخلط وأتركهم مجرد دقيقتين على البخار، بس مجرد ياخذون كلها من طعم البهارات. وهسه عندي جهزت الكمية، أنا تركتها لحد ما بردت. وكل اللي أحتاجه ورق سمبوسة وخليط اللصق. بصراحة أنا ما أستخدم خليط اللصق، بس بالنسبة للناس اللي تستخدمها يعني تقدرون تستخدموها. وطريقة لف السمبوسة أنا منزلتها لكم يعني كلش هواية، وعندي فيديو بالقناة علمتكم طريقة لف السمبوسة. أنا بهذا الشكل بس أسدها، بس للناس اللي تحب تخلي من عجين اللصق خلي مجرد بطارفها وخلاص. وراح أكمل كل الكمية بنفس الطريقة. بهاي المرحلة إذا كنتوا تحبون ما تقلوها بالزيت تستخدمون القلاية هوائية، الكمية تضيفون أو الورقة العفو تضيفون عليها مسحة زيت حتى تدخلوها بالقلاية الهوائية. أنا بالنسبة لي راح أقليها بالزيت عادي يعني. إذا وصلتوا لهنا بالفيديو يا ريت تصلون على النبي، ويا ريت لايك للفيديو، وكتبوا لي تعليق يعني شنو اللي تحبون أسوي إن شاء الله الوصفة الجاية. وإذا ما مشتركين بقناتي يشرفني إنه أنتوا تشتركون. بهاي الطريقة أنا ما أستخدم خليط اللصق، ما أحتاجه. وهنا أنا بسم الله ما شاء الله صارت عندي كمية كلش هواية.
طبعا وزاد عندي من الحشو، تقدرون تفرزوه عادي طبيعي. وهسه راح اشوفكم النتيجة، راح نقليه سوية. طبعا هذا النوع من العجينة هو يكون لونه أشقر وطعمه جدا طيب. حاكتب لكم اسمه بالصندوق الوصف. يعني كنت استخدم سويتس بس غيرت، يعني هذا كلش طيب. تطلع وياكم مقرمشة وتظلونها ذهبي. وهذا شكلها بعد ما كملنا. بسم الله ما شاء الله. هذا الورق يعني النوعية مالته كلش حبيتها، أنا تقريبا صار سنة استخدمها أبد ما بدلتها. وخلينا نشوف شكلها من الداخل. يا ريت تجربوها وبالعافية عليكم مقدما. وهذا كان فيديو اليوم. إذا حبيتوا الفيديو يا ريت لايك واشتراك، وانتظروني بوصفات جديدة، وباي باي.